ازيكم عاملين ايه؟ انا ندى، والفيديو بتاع النهارده عن مشتريات جبتها الفتره اللي فاتت. يلا بينا اقول لكم ايه اللي عجبني وهكرره تاني، وايه الحاجات اللي طلعت وحشه وعمري ما هجيبها تاني حتى لو ببلاش. يلا بينا ناخد منتج منتج. اول حاجه وهو الكريم بتاع لونا. الكريم ده بينزل بكذا لون. اللون دوت الموف، في منه الاورنج وفي منه تقريبا البينك. كل واحد بحاجة معينة، بس أنا جربتهم كلهم وكلهم بيدوا نفس المفعول في الآخر، يعني مفيش حاجة بتعمل حاجة أوفر عن التانية. الكريم في حد ذاته رهيب، جميل جدا 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 لفوق ما تتخيلوا. هو للبشرة، للوش وللجسم. تستخدميه في الأماكن كلها عادي جدا. ريحته رهيبة رهيبة رهيبة، وبمجرد ما بتدهنيه بتلاقي كده إحساس جميل قوي، نعومة وطريان. ده شكله من جوه. على فكرة دي العلبة التالتة اللي أنا جبتها اهو. بصوا، بيعمل كده يعني للجلد طريان ونعومة ما تتوصفش، بيخلي حتى شكل الملبس بتاع الايد بيتغير تماما. الكريم ده هجيبه تاني ولا لا؟ اه اكيد هجيبه طبعا، وهو مش غالي على فكرة. العلبة الكبيرة قوي دي ب65 جنيه بس. بتقعد معاكي كتير جدا، يعني هتقعد معاكي كذا شهر، مش مجرد شهر واحد وبس. تاني حاجة جبتها وهو الغسول بتاع الترا فير. الغسول ده كنت جايباه معاكم من فترة، كنت بجربه وقلت لكم هشوف مع المدى بتاع الاستعمال الواسع هيكون كويس ولا لا. الغسول ده حلو جدا جدا، وخصوصا في الصيف لانه بينظف البشرة فوق ما تتخيلوا، وكمان مش بينشفها. كان بينشف بشرتي شوية ساعة الصيف، لان انا في الصيف في ساعة الشتاء، لاني في الشتاء بيكون بشرتي جافة، لكن في الصيف بتكون دهنية. هتقولوا لي ازاي؟ انا مش عارفة، هي بتتنقل كده لوحدها على طول، هنا حبة وهنا حبة. فده مع الاستخدام بتاعه للصيف ريحني جدا لبشرتي، وكمان بغسل بيه المناطق الحساسه في البيكيني واندر ارمز. رهيب يا بنات، رهيب وبيفتح وجميل جدا. هجيبه تاني ولا لا؟ اكيد هجيبه. تالت حاجه وهو كريم ديزار بديل الفاونديشن. والكريم ده انا كنت جايباه معاكم من فتره وقلت لكم ان هو حلو جدا، وكمان بيغنيني ان انا احط مكياج، بس لازم معاه كريم شمس بالنهار. هو بيعمل طبقه خفيفه كده فاتحه للجلد، بتغنيكي ان انت تحطي اي حاجه، فبيخلي وشك شكله طبيعي. لكن اخر مره جبت فيها ده، مع اني كنت جايباه من الصيدليه، حاساه بيجير، مش حاساه زي العادي اللي انا كنت بجيبه قبل كده. انا كنت اول ما بدهنه بيتشرب على طول في البشره، مش بيدهن، مش بيجير، مش بيعمل اي حاجه. لكن المره دي بالذات مش عارفه، مش مريحني خالص. لو حطيت قبله كريم مرطب بلاقيه بيقطع على بشرتي. لو ما حطيتش كريم مرطب وحطيته هو على طول، بلاقيه انه بيجير جامد جدا جدا، وبيبقى صعب في الفرد، مع انه ما كانش كده قبل كده. وكمان بعد ما كان بيقعد معايا فتره طويله في اليوم، بقى بيروح بسرعه جدا، يعني احطه ما يعديش ساعتين الاقيه مش موجود في وشي. فهجيبه تاني ولا لا؟ انا بشوف له دلوقتي بديل، لان انا ما كنتش بستغنى عنه. لكن طالما هو بقى بالمنظر ده وبقى بيضايقني كده، فلازم هلاقي له بديل، مش هجيبه تاني. هنيجي بقى للبيكيني بالم، واللي انا قلت لكم وحكيت، ويعني تعبت من كتر ما قلت عليها في الفيديو اللي فات ان محدش يجيبها ابدا. دي انا جايباها من الصيدليه، معموله اساسا على ايد يعني دكاتره، مش على ايد اي حد. هي بتكبر كده من تحت اهي، وبترجعوا تدخلوها كده تاني. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه، ريحتها شبه البونبوني كده، بس ملهاش اي نتيجه في الاماكن الحساسه خالص. ولا بتفتح ولا بترطب ولا بتعمل اي حاجه، بل بالعكس هي بتغير. يعني انا مش عارفه هيبان دلوقتي لو قلتها لكم على ايدي، مش عارفه هيبقى باين ولا لا. بصوا، بصوا هي بتعمل ازاي. شايفين؟ اهو. اجيبها لكم هنا، استنى. بصوا، بصوا عامله ازاي. يعني ده مش منظر. يعني تحسوا كده ان انتوا حاطين مش عارفه ايه ده، بودره مقطعه بتاع. لازم تدعكوها كده كتير كتير علشان تتشرب. فدي انا استخدمتها فين؟ استخدمتها في الاماكن بتاعه النبض، بقيت بحطها في اماكن النبض واحط عليها البرفيوم بتاعي. بقت بتثبت البرفيوم شويه، لكن كمناطق حساسه وبيكيني وبتاع، لا 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 لا، اوعوا تشتروها ابدا. المنتج اللي بعده هو كريم فولدكس لتفتيح المناطق الحساسه. الكريم ده بقالي معاه سنين كتير، لان اللي كانت كاتباهولي كانت دكتوره الليزر، وبجد انا ما بقدرش استغنى عنه. هو حلو، بيرطب كويس، بيفتح كويس. لكن لو انت درجه الغمقان اللي عندك جامده، لازم تستخدمي معاه كريم تقشير زي كريم اكريتين 25. بتستخدمي كريم الاكريتين ده مره واحده بالليل، بتسيبيه ساعه، وبعدين بتشطفي المكان كويس جدا منه، وتحطي الفولدكس ده مره الصبح ومره بالليل. هتلاقي النتيجه بتاعته حلوه جدا. لو انت بقى بشرتك فاتحه عاديه ومش محتاجه حاجه، فلو استخدمتيه يوميا مرتين، مره الصبح ومره بالليل، هتلاقيه بيحافظ على المكان ده مترطب،
هيحافظ عليه ان هو يفضل فاتح على طول، مش هيساعد ان انت تغمقي مع الوقت. فهو بجد انا ما اقدرش ان انا استغنى عنه. هنيجي بقى بعد كده لمزيل طلاء الاظافر ايفا. الاسيتون ده بجد بجد رهيب يا بنات. يعني انا جربت انواع كتير قوي من الاسيتونات، اللي بيكسر الضوافر واللي بيشققها واللي بيخلي حوالين الجلد كده يبقى متضرر. ده الوحيد اللي كل ما اجيبه ويخلص لازم اجيب منه تاني. يعني انا بشربه تقريبا، لان طبعا انا بصلي، فلما باجي احط مانيكير او حاجه فلازم قبل الصلاه بمسحه. فانا بستخدمه بكميه كبيره جدا. فبجد حلو، وبالنسبة للسعر بتاعه والحجم حلو جدا عن منتجات تانية كتير أغلى منه مش بتعمل نفس المفعول. بعد كده هندخل على سان سكرين للبشرة الدهنية، ودول من النوع الجل. ده كولاجرا وده بوبانا، ده جل كريم وده جل بس. عايزة أقول لكم واحد واحد كده، نمسك واحد واحد فيهم ونشوف إيه المميزات وإيه العيوب. كولاجرا اكنك حاطه سكرينه على وشك كده، مش بيعمل اي اثار للشمس خالص، مش بيغمقك مش بيسمرك، بيحافظ على درجه بشرتك من الشمس، بيحميها فوق الوصف. عيوبه انه بيأكسد البشره جدا 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 بمجرد ما بتحطيه. بتحسي ان انت اسوديتي فجأة. كنت بحطه الاول، بحط عليه باودر، كان الدنيا بتبقى كويسه، لكن مع الصيف اللي احنا فيه ما بقتش اقدر ان انا احط باودر ولا مكياج خالص وانا نازله. فلما اعتمدت عليه لوحده بقى شكلي بقى وحش في الشارع، يعني انا بقيت سودة، عارفين السواد، حتى مش سمراء، لا ده بيسودني. فما حبيتهوش. ولاحظت منه مرتين ان هو طلع لي حبوب تحت الجلد، اول ما بنزل فيه في الشمس واقعد فتره طويله بلاقي حبوب تحت الجلد. قلت يمكن مش منه، فتغيير هرمونات او حاجه. فلقيت هو للاسف، يعني انا وقفته فتره واستخدمت حاجه تانية، لقيت الحبوب دي راحت. لما رجعت استخدمه تاني لقيت الحبوب ظهرت تاني مره تانية تحت الجلد. اما بوبانا بقى، فهو بيحميكي من اشعه الشمس، ما بيعملش الطبقه البيضاء اللي بتتقطع على البشره بتاعت وشك كده. بيحميكي من الاشعه كويس جدا جدا جدا، بس لازم تحطيه من تلت ساعه لنص ساعه قبل ما تتعرضي للشمس. مش بيدهن، مش بيعمل لون ابيض. بس العيب الوحيد اللي فيه ان انت لو نزلتي بيه الميه، نزلتي بيه البحر، يعني بيحرق عينك لان هو فيه نسبه عطر صغيره. لكن غير الحته دي هو كله مميزات. يعني انا دي العبوه الثالثه تقريبا، دي الثالثه ان انا اجيبه، هجيبه تاني لما يخلص اكيد. المنتج اللي بعد كده هو لوشن افريكانا من شركه افريكانا المعروفه طبعا، واللي انا جبت منهم قبل كده الشامبو والهير ماسك وكمان الليف ان بتاعهم والفوطه والبونيه الستان. كل دول كنت عامله لكم بيهم فيديو، قلت لكم قد ايه هم حلوين. لما جبت اللوشن بيرطب حلو جدا، بيقعد معاكي فتره طويله، ريحته بتفضل ثابته في جسمك. هما كانوا قايلين ان هو بيضيع جلد الوزه، لكن هو ما ضيعش جلد الوزه. جلد الوزه زي ما قلت لكم قبل كده عايزه صنفره اول باول، وعايزه ليفه مغربيه حتى لو مش تعملي حمام مغربي. اول باول تصنفري جسمك وبعدين ترطبي ترطيب كتير فوق الوصف، ساعتها جلد الوز ده هيروح. وطبعا مع الادوات بتاعه ازاله الشعر المناسبه ليكي مش هتلاقي جلد وز. لكن ان هو ساحر ويضيع جلد الوز من اول استخدام، لا هو مش بيعمل كده. لكن منتج فعال، ريحه وترطيب وكل حاجه فيه حلوه جدا. ولما يخلص هجيبه تاني او لا؟ اكيد هجيبه، بس مش عشان يضيع جلد الوز. هنيجي بقى بعد كده لمزيلات العرق، وكلكم طبعا عارفين ان انا بستخدم دوف سبراي، مش بقدر ان انا استغنى عنه. بس قررت ان انا اغير كده واشوف الدنيا ايه، لاني لقيت دول فيبكس عليهم عرض، المفروض دي حريمي ودي رجالي، كانوا موجودين في فتح الله وكان سعرهم حلو. فقلت ان انا اجربهم واشوف، بما ان انا عارفه ان الكريم بتاع ايه بتاع فيبكس ريحته حلوه، فقلت هجرب دول. مبدئيا كده الحريمي دي ما يعني يعتبر ما فيهاش ريحه، ريحتها خفيفة جدا وبمجرد ما بتحطيها بتطير. الريحة الرجالي أنا شايفاها إن هي حريمي مش رجالي، ريحتها حلوة وفجة. تعالوا بقى للاستخدام. استخدامهم الاتنين مية. عارفين يعني إيه مية؟ زي ما تكونوا معبيين مية من الحنفية، مية فيها عطر خفيف خالص. بتحطيهم، ما بيضيعوش العرق، ما بيعملوش أي حاجة. هما المفروض بيمنعوا العرق، مش حتى بيضيعوا ريحة العرق، هما بيمنعوا العرق. فأنا لما استخدمته للأسف طلع لي حبوب تحت الجلد في منطقة الإبط. طبعا انا مش قادره اقول لكم الحبايه اللي بتطلع تحت دي بتبقى عامله ازاي، بتوجع قد ايه. الى جانب انه ما ضيعش العرق، الى جانب ان العرق لما طلع كان طالع بريحته العاديه مش بريحه الفيبكس خالص. فالاثنين دول يترموا في الزباله، لو ببلاش محدش يجيبهم، اوعوا حد يجيبهم، لا راجل ولا ست، ملهمش اي لازمه. بما اننا اتكلمنا عن مزيلات العرق، فانتوا طبعا عارفين ان انا بستخدم دوف وما بقدرش ان انا استغنى عنه. وعلى طول كنت بجيبه من فتح الله. كنت بجيب العبوه الصغيره دي لان الكبيره ما بقتش تنزل في فتح الله، مش عارفه ليه، بقى لها فتره كبيره مش موجوده.
وكنت بجيب دي لما بيبقى عليها عرض ب150، ما عليهاش عرض كانت بتبقى ب180 185. دي قربت تخلص، فقلت ان انا لازم اجيب واحده تانية، بس انا ما كنتش رايحه فتح الله فجبتها من صيدليه. جبت الكبيره دي ب 200 جنيه. يعني ليكم ان تتخيلوا ان الفرق بين الاتنين 20 جنيه بس. دي 250 مللي ودي 150 مللي. حاجه كمان بقى اكتشفتها، بصوا هنا مكتوب كلام كتير قوي بالعربي، وورا كمان اغلب الكلام اللي عليها مكتوب بالعربي. دي اللي في فتح الله. اللي جبتها من الصيدليه كل الكلام اللي عليها انجليزي، ما فيهاش ولا كلمه عربي خالص. فانا بقى مش عارفه هل دي الحاجات اللي بتبقى فاتحه لها دي بتبقى يعني مضروبه مثلا تقليد مش اصليه، هل دي مستورده فعلا جايه من بره، فانا مش عارفه. بس ده ما يمنعش ان اللي انا كنت بجيبها من فتح الله بتعمل مفعولها عادي، وبتشيل العرق وبتخلي الريحه كويسه، وما بتغمقش مش بتسمر، بتعمل كل حاجه كويسه. هجيبهم تاني ولا لا؟ هجيب اكيد، بس مش هجيبها من فتح الله، هجيبها من الصيدليه من بره. هنيجي بعد كده للباودر بتاعه ان. الباودر دي لوز باودر رهيبه يا بنات، حلوه جدا جدا جدا، بتملى فراغات الوش، ناعمه قوي على الوش، مش بتجير معاكي، سهله كده في الفرد. بصوا دي بتتفتح كده اهي، بيجي معاها اسبونجه عامله كده علشان تدخلي فيها ايدك وتاخدي وتبداي ان انت تحطي بالطبطبه. العلبه نفسها هنا فيها اخرام، علشان لو عايزه تحطي كده على طول في الاسبونجه بتجيب لك حبه صغيرين، عايزه تاخدي شويه هنا في الغطا وبعدين تاخدي بيهم بالاسبونجه براحتك. الاخرام دي علشان ما تنزلكيش كميه كبيره، ودي حاجه كويسه جدا، لان اغلب الباودر اللوز باودر اللي كنت بجيبهم كانت تبقى اخرامها واسعه قوي او ما فيهاش اخرام اصلا، فلما باجي اخد منها حبه كانت بتتدلق كلها، وطبعا ده كان بيهدر منها كتير. لكن دي يعني عمليه وسعرها مناسب والتغطيه بتاعتها على البشره حلوه وبتثبت المكياج. بجد رهيبه يا بنات، هجيبها تاني او لا؟ اكيد هجيبها، دي اساسا مش اول علبه ليا. بعد كده هنتكلم عن مسكرة بيرلي اللي من ماي واي. المسكرة دي زرقاء، كنت بجيبها من وانا زمان قوي قبل ما اتخطب حتى، كنت بجيبها وكنت بستخدمها، كانت حلوة جدا معايا. جبتها اخر مرة ما قعدتش ما كملتش حتى 3 اسابيع وكانت خلصت. انا مش عارفة هي خلصت ولا نشفت ولا ايه، باجي احط منها مش بتحط، مع ان هي المفروض مليانة. بس بصوا اهو، اها، مفيش ولا اكنك حطيتي اي حاجة، مفيش مسكرة بتعمل كده. هي ما خلصتش، انا ما استخدمتش منها كل ده، يعني انا بحط كل فين وفين مسكره، لكن ما نشفت، مش عارفه، انا مش هجيب منها تاني. يعني انا لو جبت مسكره زرقاء اكيد هجيبها من ماركه تانية، مش هجيبها من الماركه دي. الحاجه اللي بعد كده الاقلام بتاعه جليمر ستيك من ايفون. وطبعا انتوا عارفين على كل الفيديوهات القديمه بتاعتي ان انا ما بقدرش ان انا استغنى عنهم، لان الكحل ده بجد ثابت فوق الوصف. عايزه تعمليه ايلاينر هيعمل، عايزه تعمليه كحل هيعمل، بتحطيه من دلوقتي وتنامي بيه تصحي تلاقيه موجود عادي خالص، ما بيسحش ما بيهببش. الدرجة بتاعته ثابتة. هو غلى شوية عن أي منتج تاني بيتباع في السوق، بس تمنه فيه، لازم لازم هجيب منه تاني. وده كان محدد شفايف برضو جليمر ستيك، الدرجة بتاعته رهيبة، بيبقى جميل كده وبيخلي شكل الشفايف حلو قوي. بصوا اللون، بمجرد ما بحط منه بيحط على طول. ودول اهو ده لونه، في منهم بيبقى بجليتر وفي منهم بيبقى من غير جليتر. اللي بجليتر بيزود على جليمر ستيك كلمة دايموند. اهو الوانهم بجد رهيبة، ولسه عندي الوان تانية جوه، بس انا جبت لكم دول بس كمثال للاقلام بتاعة جليمر ستيك. اكيد هجربهم تاني، مش هجربهم تاني هشتريهم تاني. واخر حاجة معايا في الفيديو النهاردة وهي الزيوت من شركة الكابتن. شركة الكابتن كان في ناس كتير قوي بتشتم عليها وبتقول الشركة وحشة والزيوت بتاعتها مش اصلية وي وي وي. انا عمري ما شفتها كده، انا من يوم ما جربت شركه الكابتن وهي شركه بجد رهيبه، وبرده بتتباع في فتح الله. دول ده زيت بذر العنب وده زيت شجره الشاي. انا بستخدمهم في كل حاجه بعملها لشعري. انتوا عارفين انا بحب وصفات الشعر وبحب الزيوت وحمامات الزيت والحاجات دي كلها، انا بحبها جدا وبجرب اول باول في حاجات كتير. الزيتين دول انا ما اقدرش ان انا استغنى عنهم لشعري، لان يعني بجد ما مش قادره اوصف لكم جمالهم وفوائدهم قد ايه للشعر. وشركه الكابتن محدش يشتم عليها تاني لانها بجد شركه حلوه والزيوت بتاعتها جميله. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من البنات، وسبسكرايب وتفعيل الجرس للقناه عشان يوصلك مني كل جديد اول باول. ولو عندك اي استفسار تقولي في كومنت هرد عليكي اول ما اشوفه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.